في تحليل بيقول انه عندما بدأ الربيع العربي كنت انت مثل ما قلت انك كنت متفائل، وبالتالي ذلك الوجه الاعلامي الذي عمل في البلاد العربيه لمده طويله فكر ببدايه الربيع العربي كشخص عربي على مستوى المنطقه، ولما وصل الامر لسوريا بدأ يفكر كلبناني مسيحي. هل هيدا التوصيف قريب للحقيقه؟ لا، مش كلبناني مسيحي، بدأت أفكر كلبناني عربي اقلوي. كمسيحي. كمسيحي عربي. لا، هل خطر براسك الفكر الاقلوي؟ لا لا، خوف من التطرف من سعود؟ مش أقلوي. أنا سوريا تعني لنا الكثير، تعني لنا بصرف النظر عن انتماءاتنا الدينية والمذهبية. سوريا نحن أهل لبنان، أهل بلاد الشام، دمشق، بلاد الشام دمشق يعني اللي غنتها فيروز، غنوها الاخوان الرحباني، وغنوها هالاغاني العظيمه هيدي بضميرنا، بذاكرتنا، بروحنا، بدمنا. دمشق شغله كبيره كثير، هيدي يعني كرامه العروبه، هيدي عزه العروبه، ما بقي غيرها. دمروا العراق، عطلوا مصر، ما بقي الا دمشق. بعد بدنا ندمر دمشق، شو بيبقى العرب؟ يعني اذا بدي افكر كعربي وهيك فكرت، ما كنت عم فكر انه اذا كنت مسيحي او غير مسيحي، او انا ما عندي هالتفكير هذا. وانا بالعكس يعني اكيد من بعد عمل هالمده الطويله بالبلاد العربيه اقل شيء ما يكون عندك هذا التفكير. طبعا بتقول ما بتدافع عن سوريا. بعدين انا مش بس ما لي حق فكر غير شيء، انا تبنوني بالعالم العربي. مزبوط. المسلمين تبنوني اكثر من المسيحيين. أكيد. انا ببرنامجي عبرت الى كل البيوت يعني بالبلاد العربيه. ايه؟ بالبلاد العربيه ما فيك تعمل نجاح ساحق اذا بس المسيحيين بنوك. ما هني فتحوا لي ابواب بيوتهم، تابعوني، كرموني، يعني ما فيني ولا يمكن. بالعكس انا ملتصق بالاسلام، قريب جدا من الاسلام قد ما انا قريب من المسيحيين. بتقول ما بدافع عن سوريا بالمفرق، سوريا العلويه، سوريا السنيه، سوريا المسيحيه او سوريا الكرديه. هذا تصريح أنا حديث. صحيح. هيدا مش صحيح، لا مش سنه تقريبا. قلت انا وقت سئلت قلت انا وقت دافعت عن سوريا مش عم دافع عن سوريا بالمفرق، عم دافع عن سوريا بالجمله، عم دافع الموحده. بس هذا ما بينكر انك دفعت عن نظام بشار الاسد. يعني هل انا سؤالي لك هل يستحق مش دفاع عن النظام؟ تقلك هشام، سؤالك صريح وحلو. مش دفاعا عن النظام كنظام، دفاعا عن شخص بشار الاسد. بشار بتقولها؟ ايه نعم، انا دفعت عن شخص بشار الاسد. يعني هيدا بعد اسوأ بالنسبه لاخصامه. لا، اقسامه هلا انا صراحه كنت عم جرب لانه في يعني يا محلى تقول نظام قدام الشخص. لانه انا كنت معتبر انه هذا الشاب الطبيب المثقف الواعي العارف المدرك لكل الامور يعني والمتمرس بالسياسي، انتقالا من خبره ابيه الله يرحمه الرئيس حافظ الاسد، ثم لما انتقلت السلطه اليه، كل هذه الخبره اللي مجمعها مش قليل تخلق انسان بيكون عنده كل هذه المواصفات يدير بلد مثل سوريا. بقى انا كنت اقول انه هو المؤهل اكثر من غيره أن ينتقل بسوريا من الوضع الراهن أو من الوضع المأزوم أو الوضع اللي الناس عم بتطالب بتغييره. هو المؤهل أن ينتقل بسوريا إلى الحداثة وإلى المستقبل وإلى الديمقراطية. كونه منفتح. أنا هيدا رأيي. طيب. هل كفرت؟ أنا هيدا كان رأيي. أنا سؤالي لك، وأنا عم بحكي لأنه أعرف الرجل وبعرف طيبته، بعرف خامته، وتكلمت هالكلام. يعني بس عفوا، يعني هلا انت ما خبر انه دفاعك هذا اليوم كمان رح يكلفك زياده. سؤالي لك بايه او لا بيكلفني زياده بشو؟ بيكلفك يعني بيكلفك انتقادات، اثاره للجدل. بيكلفك يا سيدي انتقدونا كثير بالاول. بس خليني اقول لك معلش، انا رجل مبدئي ومني مش بغير مواقفي يعني على هذا الشيء واضح. بايه او لا استاذ جورج، هل يستحق بشار الاسد ان تخسر عملك وان تخسر الام بي سي وان تتعرض الى شتائم وتهديدات؟ هل يستحق بايه او لا؟ انا مش بشار الاسد اللي ضحيت من أجله. انا ضحيت من اجل سوريا. انا سوريا تستحق. نعم، سوريا تستحق. وفي ناس ضحوا بدمهم وضحوا بارواحهم. انا لبناني، عم بحكي عن موضوع بيتعلق بمسني انا كعربي لبناني، بس بيستحق. انا اليوم بقول لك ايه بيستحق، والشعب السوري بيستحق، لانه انا كنت عم بحكي العقل والمنطق ودخلك كل هالخسائر اللي صارت اليوم، كل هالضحايا اللي راحوا ويمكن يروح غيرهم بعد. شو كانت النتيجة؟ بس ما الجيش السوري مشارك بالدمار، مشارك بتدمير سوريا. ما الجيش اثنين عم بيشاركوا، اثنين عم بيدمروا. الجيش السوري يأتمر بأوامر الرئيس بشار الجيش السوري بيعتبر نفسه عم بيدافع عن شرعيته، عم بيدافع عن نظامه. هذا الواقع، انه ما في دفاع بلا ما يكون في ضحايا ودمار
ما في حرب تجي بلا يعني عم بيتهموا الجيش السوري انه عم يقتل شعبه. طيب ما في ناس كمان جهات ثانيه عم تقتل السوري الشعب. عم يعمل ردة فعل مش حكيت عن اداء المؤسسات الاعلاميه العربيه وعندك عتب كثير كبير عليهم. اليوم عم نقرا بمقال بجريده الاخبار عن توجه لدى قناه الجزيره بتخفيف اللهجه حيال النظام السوري تمهيدا الى تمهيدا الى مد الجسور. طيب شو تعليقك؟ شكرا على هالسؤال. بتروح تشتغل بالجزيره اذا غيرت سياستها؟ لا ما تروح بشرف. لا ما رح اروح. برافو عليك. ولا ممكن. شو بتقول؟ لا تقلكم شغلي، انا وقتها كان عندي عتب على الاعلام العربي، وقلت انا حتى بتصريح قلت انا اخجل من هذا الاعلام، من بعض هذا الاعلام، لانه مش هذا الاعلام اللي نحن كنا بنتامل نشوفه بهالوطن العربي، وكنا متاملين انه يكون اعلام حر واعلام صادق واعلام امين واعلام فعلا بينقل الحقيقه الى المشاهد. شو طلع؟ المشاهد طلع انه لا، معنا حق، يعني مثل ما كنت انا عم بقولها وقتها وقلتها بمحاضره، انه هذا الاعلام مرتهن، هذا الاعلام اداه في المعركه اللي صايره، معركه صايره مش ضد الانظمه، معركه صايره حاصله ضد الشعوب العربيه. كنا عم نحكي شغله ليال، لانه عم بقول لها شغله، انه كان في هجمه على المجتمعات العربيه، في شيء لتقسيم وتفتيت المجتمع العربي، الحضاره والقيم، لافراغه من هيك مفاهيمه الاخلاقيه، مفاهيمه التراثيه، الادبيه، الفكريه. يعني في هذه الفوضى الخلاقه، فوضى تشمل كل شيء. تحويله الى صحراء قاحله شبيهه بصحراء، لا تحويله الى همج. يعني انت شايف، انت يعني تصور انطباع الغرب عنا نحن اللي عم بيصير بالعالم العربي، هذا القتل على مش عم نقول على الهويه، بس هذا القتل المجاني، هذا القتل المجاني. بس ما هو الغرب مش رح يتفاجئ لانه هو اللي عامله. ايه بس لا، الراي العام بيتفاجئ. هلا في سياسات، في سياسات تحركها سياسات يعني، بس الراي العام الشعب اللي بده يروح على صناديق الاقتراع ويقترع، مثل ما حصل وقت اللي حكوا عن ضربه عن سوريا، كيف الشعب كانت نسبة المعارضين في أمريكا للضرب على سوريا تتجاوز 70%. يعني الشعب مختلف، رأيه مختلف جدا عن رأي السياسيين. كيف صار بإنجلترا، كيف صار بفرنسا حتى ضد الشعب المناهض لسياسة هولاند، نسبته فوق 60%، 63% بفرنسا. بقى الشعوب، يعني أنا بعتبر أنه هذه المشاهد اللي شفناها أساءت إلى من يدعون الحراك الثوري، أو من هم وراء الحراك الثوري، أو من يحاولون تغيير الأنظمة. أساءت لهم كثير هذه التصرفات اللي حصلت. اليوم مصداقية الإعلام مش صارت يعني بعدين تنرجع للجزيرة خيي. اليوم الخبر أنا مثلك قريناه بالأخبار مزبوط، إنه طلب من أو نقل الرسالة تخفيف اللهجة يعني تمهيدا لإعادة مد الجسور. نقل الرسالة اللواء عباس إبراهيم إلى الرئيس بشار الأسد عن أمير قطر، بيقول له إنه خلاص راح بيصير في تحولات وغيره، حتى الجزيرة بدها تغير لهجتها. طيب إنه نحن هيك بدنا إعلام يكون من بعد سنتين تحرير يكون مرتهن للسياسات، ويكون أدوات في. طيب والشعوب اللي تدمرت، والشعوب اللي تضررت، والشعوب اللي احترق سلافة بكل هالدول العربية. الصور لا ما بتسلافة، لا سلافة منيحة، سلافة عادي. طيب جد عم بوفر عليكم. طيب هل برأيك رح يضل عندهم مصداقية اليوم لما بده يرجع يتحولوا؟ رح يضل الناس تحضر الجزيرة والعربية؟ ليش هلا عندهم مصداقية؟ باردون يعني بدي اسالك سؤال، هلا عندهم مصداقية؟ بتقول الجزيرة والعربية او انا بقول انا لا يا خيي. طيب ليك انا مثلا خذ العربية والجزيرة تنحكي بصراحة. خذ مثال مصر. اوكي، الناس بيقولوا انقلاب مصر كانوا كلهم مع مين؟ مع الثورة المصرية ضد حسني مبارك. العربية والجزيرة وكلهم من ميدان التحرير عم يبثوا نقل مباشر، وخذوا يا ناس وتحريض ومعركة ثورة. الجمل وسوق كله لايف. اوكي، اثنينهم كانوا مع الثورة. مزبوط. طيب طلعوا الاخوان، استلم مرسي. اوكي، ما رجعوا السياسة قطر، الجزيرة اصبحت مع مرسي، العربية ضد مرسي. في ناس صاروا هون وناس صاروا هون. ناس نقلوا من رابعة بعدين لما صار الحراك ب 30 يونيو، ناس صاروا هون وناس صاروا هون، وبعده مستمر الانقسام. الانقسام الاعلامي، يعني الجزيره بتغني محل والعربيه. بس ما هي كل المحطات الاعلاميه عندها موقف. يعني انت برايك الاعلام الغربي منه موجه؟ كله موجه، كل المحطات. طيب موجه خيي، في بس في مينيموم توجيه، ما في اوبجكتيفيتي بمطرح هامش. بضل في هامش، لا بضل في هامش اكيد من الموضوعيه، بضل في هامش. شو يعني صار في تشويه للحقائق.
بنقل راحوا مجريات أبعد الأمور من في تونس وفي مصر وفي ليبيا وفي بعض أجهزة الإعلام، بعض الإعلامات العربية.